غلق الرسائل الخاصة في التيك توك. في كتير بتسألني شلون بنغلق الرسائل الخاصة، يعني بنمنع أي شخص إنه يبعث لنا رسائل خاصة في التيك توك. أخواني شرح بسيط جدا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، الله يسعدكم، تعليق حلو مثلكم، ويلا بينا على الشرح يا شباب. ندخل على التيك توك. بعد ما ندخل على التيك توك ندخل على الملف الشخصي اخواني. بعد ما دخلنا على الملف الشخصي بندخل على 3 شخطات يلي فوق، وبندخل بعدها على الاعدادات والخصوصية. من بعد الاعدادات والخصوصية اخواني بننزل على الخصوصية، وبعد ما ننزل على الخصوصية بننزل على الرسائل الخاصة، نضغط عليها اخواني. بعد ما ضغطنا عليها نحن بيطلع لنا فوق هون اعدادات الاذونات. اعدادات الاذونات نكبس عليها اخواتي، كاتبين من يمكنه ارسال رسائل لك. هلا مكتوب عندنا فوق جهات الاتصال المحتملة والاخرين على التيك توك. اول شيء بنكبس على جهات الاتصال، بنلاقي انه مكتوب الطلبات، تلقي الرسائل بالطلبات. نحن بنعطيه عدم الاستلام، عدم الاستلام. نطلع بعدين بنرجع على الآخرين على التيك توك، وتكون محطوطة على الطلبات، نعطيها عدم الاستلام. وهيك بنمنع أي شخص إنه يبعث لنا رسائل خاصة، وبنكون أغلقنا الرسائل الخاصة للأصدقاء وللآخرين على التيك توك. يعني الأصدقاء وغير الأصدقاء ما بيحسنوا يبعثوا لكم رسائل. تكون هيك قفلت الرسائل بشكل نهائي اخواني. الله يسعدكم اخواني، لا تنسوني بالاشتراك بالقناة، ربي يسعدكم، تعليقاتكم لايك حلو، وانتظرونا ان شاء الله بشرح جديد وفيديو جديد. ربي يسعدكم يا طيبين.